ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنشوي مع بعض لحمه كباب وكفته على الفحم. طبعا هنا التتبيله انا حطيت بصل وبصل مفروم ناعم، وحطيت بهارات مشكله للحم، وحطيت جوز الطيب وهيل وحطيت يا حبايب قلبي فلفل اسود وكمون وملح، وحطيت لورا مطحونه وورق لورا مطحونه وعملتهم مع بعضيهم، وتبلت اللحمه من بالليل. وطبعا والكباب حطيت بقى، ما حطيتش بصل اللي هو الكفته، يعني ما حطيتش بصل الكفته، انا حطيت بصل بودر، وطبعا ونفس البهارات هي واحده. فانا هوريكم دلوقتي الشوي اهو يا حبايبي كده. زي ما انتم شايفين الفحم طبعا لازم نولعه الاول، وبعد كده حطيناه وكل شويه لازم تتقلب، قلبها كل شويه. طبعا خلص واوريها لك. افتحي. بص يا حبايبي، دي كده الاختبار بتاع اللحمه اذا كانت استوت. هنحط السكينه، لو السكينه ضغطت كده فيها ونزلت كويس بسهوله يبقى كده استوت، ما دخلتش فيها بسهوله يبقى لسه. اهو كده حبايبي انا بعمل كده، بحطها كده زي ما انتم شايفين، وتكون متقطعه كده صغير اهي. كده اهو. النهارده مهرجان المشويات زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتاكل معاها بقى طحينه وعيش، ممكن لو حد عاوز مكرونه مش مشكله، وسلطه خضراء، بتبقى يعني وجبه جميله جدا. وممكن يا حبيبتي كمان تعملي معاها سلطه حمص، اللي هو طحينه الحمص يعني. اهو انا حطيتها زي ما انتم شايفين كده، وهقفلها. هي طبعا ليها قفل اهو زي ما انتم شايفين، القفل دوت بيتقفل كده بيها، وبعد كده بتحط بقى على الشوي. دي كده حبايبي الكباب زي ما انا قلت لكم، وحطيت عليه توابل بدون بصل. كده الكباب انا حطيته اللي هو الكفته، احنا بنقول عليها الكفته يعني بالمصري المشويه على الفحم. انا كنت عاملاه في السياخ الخشب دي يا حبايبي. لازم قبل ما اصبع فيها اللحمه المفرومه لازم اكون حطاها في ميه علشان ما تتحرقش على النار. انا طبعا كنت هعملها الاول بدون اللي هي مسكه الفراخ او مسكه الكباب، بس انا قلت ايه احطها كده عشان اسعف يعني، عشان انجز. وطبعا معانا فلفل وطماطم بنشويه برده، وبتنجان زي ما انتم شايفين كده وبتشوي. فطبعا هنقلب بقى. طبعا الكفته ما بتاخدش حاجه، فكل شويه هنقلبها